ودلوقتي جا دوري في فقرة اسأل استحارتي. عايز اسألك سؤال واكيد هيبقى مفيد لكل الناس اللي شغالين في المجال العقاري او اللي لسه بيفتحوا شركات. انت اكيد عارف ان كل شركة ليها خلطة لو اتعملت الشركة ايه بتنجح. او خلينا نسأل سؤال بشكل تاني، لو استحارتي ساب الشركة دلوقتي وراح فتح شركة جديدة هتنجح وتبقى في نفس النجاح اللي فيه شركة استحارتي في الوقت الحالي، بتعملها ازاي وتقولها ازاي للناس؟ السؤال سهل جدا. هو المفروض ان انت بتعمل كل اللي انت بتعمله. يعني حميدة لو طلع من انجاز وراح شركة تانية مش هيعمل نفس اللي كان بيعمله. الناس بتنسى، بس لما يوصل لكرسي معين هو بينسى هو كان بيعمل ايه. ليه؟ الفلوس بتغيره، البوزيشن، الناس اللي حواليه، كل الكلام ده. خلطة استحارتي بالذات ان هو الكوميتمنت. انا ملتزم، ما عليك الا السعي. انا بسعى، انا مش ناجح على فكرة، انا في ناس انجح مني بكتير. يعني لو حبيت تبص للكاميرا وتقول موضوع في 3 نقاط: التزام كله التزام بس. طب ما في ناس كتير جدا ملتزمة والموضوع ما بينجحش. مين دول بقى؟ شاور لي عليهم كده. هيبقى فعلا؟ اكيد ملتزم حمار وش. لا هو ملتزم، مش عارف هو ملتزم في ايه. يعني انا مثلا انا ملتزم في ايه؟ ان انا بفتح الكشك. هو حلو. الراجل اللي بينزل الكشك ده مش بيفتحه ويرش ميه وينظف؟ ايه الفرق ما بين كشك انت بتخش الصبح تبقى مبسوط وكشك انت بتخش ما بتشتريش منه حاجه؟ عارف ايه الفرق؟ ان هو ملتزم كل يوم يجي ينظف الشيبسي، ينظف البيبسي، يرص ثلاجته، يظبط دنيته، وبيستنى الرزق من عند ربنا. انا بعمل كده بالظبط. لا ما شاء الله، والله انا كنت مبسوط معاك جدا في الحلقة يعني، وتسلم. يا رب اكون طبعاً فدتك في الاستضافة. السؤال حبيبي. ماشي.